ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض البانيه بطريقه حلوه جدا. دلوقتي البانيه بتاعي ده انا كنت جايباه. انا لسه ما عملتش فيه اي حاجه. كنت جايباه غسلته وتبلته زي ما انتم شايفين كده وحطيته في الفريزر، بحيث ان انا اجي اطلعه في اي وقت يكون متبل، تبقى ريحته حلوه جدا، بتفرق جدا في الطعم، لان بيكون متشبع بالتوابل، يعني بيقعد فتره كتير في الفريزر. فكتير او قليله، يعني انا جايباه من بقالي 3 4 ايام، بس جبت تبلته وزي ما انتم شايفين كده طلعته. وانت بتطلعيه كده بتبقى ريحته حلوه، ريحته متشبعه بالتوابل، يعني ما تشميش ريحه زفاره الفراخ اللي بتبقى فيه. هقول لكم تبلته ازاي، وفي نفس الوقت بطريقه سهله جدا مش هتاخد معاكم وقت خالص. وبتتبلي الكميه كلها اللي انت جايباها وبتقسميهم بقى على وجبات. احنا بس بنشطفهم واقول لكم على التتبيله دلوقتي، ومش بتاخد وقت نهائي وبتوفر عليكي كتير قوي. لما بتيجي بقى ايه تطلعيه، بدل ما باجي اطلعه بقى واقعد اتبل فيه وكده، لا خلاص انا بجهز حاجاتي. وبيكون البانيه كده عقبال ما بيفك بيكون اصلا هو ايه شارب في التتبيله بتاعته. بحط بصل بودر، توم بودر، بابريكا، بهارات فراخ، ملح. ملح طبعا على قد الكميه، حبه فلفل اسود، وحبه بهارات. بس كده، وبديهم عصرة ليمونة وبكيسهم واشيلهم في الفريزر على قد الكمية. طبعا بتختلف الكمية من حسب عدد الافراد، فاحنا بنطلعهم بقى خلاص، بنكون على اساس ان هي الكمية دي هي اللي تتعمل بس. واول لما بيطلع بقى بنسيبه يفك، وبعد كده بنبتدي نحضر معانا ايه الفيجيتار والحاجة بقى، عشان ايه نبتدي نقليه. دلوقتي خلاص جهزت التتبيلة بتاعتي، الدقيق بتاعي في كيس من كيس التلاجة، وده يعني مهم جدا، يعني احسن من طبق واحسن من اي حاجه. عشان احنا هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه، بتخلي الفراخ كده كريسبي شبه اللي بنجيبها من بره بالظبط. حطيت فيه دقيق وحطيت فيه فيجيتار، زي ما انتوا بتستخدموا فيجيتار، بقسماط اللي انتوا حابينه. حطيت فيه فيجيتار وحطيت عليه معلقه شطه، ودي اختياريه، وحطيت عليه كيس بيكنج باودر. وبرده البيكنج باودر والشطه بتختلف حسب الكميه. وحطيت عليه كمان حبه بهارات عشان بيخلي الدقيق بتاعنا متبهر وكويس جدا، ونضربهم كده كويس قوي عشان يندمجوا في بعض. بس تمام كده. هنجهز معانا بوله فيها ميه ساقعه متلجه، وهنحط فيها تلج وارجع لكم تاني. اهي البوله حطيت فيها ميه ساقعه وحطيت فيها ايه مكعبات التلج. هنبتدي اول خطوه عندنا، هناخد قطعه الفراخ اهي، شايفين متشبعه بالتوابل ازاي، شاربه التوابل، لان هي ايه لما بتتحط في الفريزر بتختلف تماما لما بتتبل في نفس الوقت. ونجيب الكيس كده ونجيبه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، نقعد نلف كده ونلفه، وبعد كده هناخدها وننزل فيها، ننزل ايه في الميه المتلجه على طول كده، ونطلع ونحطها تاني في الدقيق. هنكرر ده لغايه ما نلاقي ونحط بقى الكيس كويس. بعد ما نحطها في الدقيق بقى نقعد بقى ايه نعمل كده جامد. هي دي اللي بتعمل الحبيبات بتاعت الكريسبي، بتخلي شكلها كريسبي وبتخلي طعمها حلو جدا. نعمل الكيس كده جامد، ناخده جامد كده، نبدا نعمل كده مره مرتين لغايه ما ايه تاخد الشكل اللي احنا عايزينه. اهي بصوا، هي من اول مره شايفين شكلها، شايفين الفيجيتار والدقيق، بصوا عملوا طبقه الكريسبي، بس انا عايزاها اكتر من كده فهحطها مره كمان. في ناس ما بتحبش الطبقه تبقى كبيره قوي، فان هي بتكتفي بكده اهي. شايفين انا بحب الطبقه كبيره شويه، فهحطها مره كمان في التلج، بسقطها على طول. بصوا شايفين حتى ما نزلت الميه فيها ثابته عشان الميه متلجه. لو الميه مش متلجه ممكن يلاقي بقى يعني الطبقه دي ما تبقاش بنفس المنظر الحلو ده. هحطها مره كمان في الكيس، هحط الكيس كويس. اهي شايفين بقى الطبقه بقت حلوه ازاي، هي دي الطبقه المثاليه. في بقى ناس بيحطوها في البيض، طبعا دي الطريقه التقليديه، بس انا ما بفضلش البيض
ما بفضلش البيض اهو، شايفين بقيت اما حطيتها في التلج الميه متلجه وبعدين حطيتها في الدقيق بقى شكلها كده. في ناس بقى كتير بتحطها في البيض اهي. في ناس كتيره بتحطها في البيض بس بتبقى فيها نسبه زفاره مهما حاولنا، لا بيبقى البيض باين يعني ريحه البانيه باينه ان في بيض، لكن كده مفيش اي حاجه. اهم حاجه الميه تبقى متلجه زي ما انتم شايفين فيها التلج، وانا عملتها اهو مرتين. شايفين الطبقه حلوه جدا. احنا بقى عايزينه بقى ممكن نعمله بقى ايه، لو عايزينها تبقى كريسبي خالص بنقسم قطعه البانيه نصين، بس انا بحبها كده فهسيب القطع كبيره وهاجي بقى هعمل كام قطعه معاكم كده صغيرين تبقى ستريبس. هحطها في طبق وارجع لكم تاني. هعمل معاكم التانية وبعد كده هخلص الكميه كلها وارجع لكم. هنعمل واحده تاني مع بعض. ناخد قطعه البانيه نحطها في الدقيق ونخلطها كويس قوي، وبعد كده ننزل بيها في التلج اهي. نحطها في التلج نسقطها على طول ونطلع بيها، ننزل بيها في الدقيق تاني. اهي شكل البانيه اهي مرتين بس، مش هقول لكم بقى كذا مره، وفي ناس تقول لك 4 5 مرات، لا احنا برضو مش هنضيع وقتنا في قطعه بانيه مثلا ايه، او هما مرتين وعمل الطبق حلو جدا، وحتى لما تتقلي هتبقى حلوه جدا. هخلص باقي الكميه بنفس الطريقه وارجع اعمل لكم تاني. والبيكنج باودر برضو بيخليها اللي احنا حطيناه ده بيخليها تنفش، بتخلي شكلها حلو جدا. هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. الستريبس بقى اللي هو ايه، القطعه بتبقى صغيره اهي، عندنا قطعه بانيه نلاقيها حته كبيره، حته كبيره ونقسمها نصين بس، نقسمها نصين بالتساوي كده ونحط نصها في الدقيق وهنعملها مع بعض دلوقتي. ناخد نصها اهي نفس الطريقه، مش هتختلف اي حاجه، دي هيحبوها الاطفال يعني. احنا بالنسبه لنا مش هتفرق يعني، احنا بنحب حته البانيه الكبيره، بس بالنسبه للاطفال هتبقى حلوه جدا وهتعجبهم اهي. ما برفعهاش عن كده عشان ما تنشفش. اهي شكلها ايه، ممكن زي ما قلت لكم اللي حابب يرفعها عن كده تمام. نعمل التانية كمان. اهي طبعا في الدقيق مية متلجة. بس هخلص باقي الكمية وارجع لكم. اهو البانيه بعد ما حطيته في الفيجيتار والدقيق اهو شكله. هحطه بقى ربع ساعة 10 دقايق ربع ساعة في الفريزر، وبعد كده هنطلعه بقى نحمره اهو. شايفين اهي حلوة جدا، جربوها. ده نص كيلو حطيت عليه في التتبيله هقول لكم عليها لغايه ما نعملها ان شاء الله مره تانية مع بعض، واللي متابعنا احنا عملناها قبل كده مع بعض. حطيت عليها نص معلقه بصل بودر، نص توم بودر، نص بابريكا، معلقه بهارات فراخ او بهارات شاورما لو بنعملها في البيت. وطبعا انا برضو هنعمل معاكم بهارات الشاورما والفراخ، وهنعمل كل التوابل مع بعض. وربع معلقه فلفل اسود، رشه حبهان صغيره،
ونص معلقه ملح بس، وليمونه، مش ليمونه كامله، هو على النص يعني نص ليمونه، نص ليمونه. كل دول بنحطهم، هندعك الفراخ فيهم كويس، وبعد كده بنشيلهم في الفريزر لغايه ما نيجي نستخدمهم. ولو هنستخدمهم في نفس الوقت مفيش مشكله، بس لو هنستخدمهم في نفس اليوم بنتبلها لنفس اليوم، يفضل ان احنا نعمل معاها بصلايه، عشان البصله هتلاقي يعني هتضيع الزفاره من الفراخ، وهتخليهم برضو يتشبعوا وتبقى ريحتهم حلوه قوي بالتوابل. لكن لو هنشيلها في الفريزر عادي ممكن نعملهم من غير البصلايه ويبقى طعمهم حلو جدا، لان انا ما بحبش البصل لما يتحط في الفريزر. لا، لكن لو في نفس اليوم عادي بنعملها ببصلايه، بتخلي برضو طعمها حلو جدا. هسيبهم ربع ساعه في الفريزر وهطلعهم تاني. البانيه اهو بعد ما طلع من الفريزر، جبت طاسه حطيت فيها زيت وغزير، شغل عليه النار اهي، ولما يسخن قوي هبتدي انزل بالفراخ، بس اهم حاجه يكون سخن عشان القشره اللي احنا تعبنا فيها دي ما تروحش على الفاضي. هنا الزيت سخن معايا، انا مش عايزاه يسخن لدرجه ان اول ما احط البانيه يستوي، يعني وشه يتحمر من غير ما يستوي. انا عايزاه يسخن لدرجه معقوله ان احنا لما نحط ايدينا كده يبقى خلاص هو كده تمام، يعني نطلع بخار سخن. مش عايزه انزل البانيه الاقيها استوت في ثانيه، خدت لون من غير ما اهو يبقى للدرجه دي. مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها تستوي كويس، مش عايزاها تاخد لون بس اهو. مش هقلبها، مش هزنق واكتل في الطاسه عشان يبقى في مجال ان انا لما اجي اقلبها القشره بتاعتها اقلبها بالراحه، القشره بتاعتها ما تروحش. وفي نفس الوقت برده مش هقلبها غير لما الاقيها احمرت من تحت، اتاكد ان هي احمرت من تحت برده عشان القشره بتاعتها ما تطلعش. الزيت برده لما بيكون غزير اللي هو مغطي يعني عندي قطعه البانيه ده بيبقى حلو جدا. يعني شايفين هي خدت لون من فوق اهو من غير ما اقلبها، يعني هي اوريدي خدت لون من غير ما اقلبها. كده هبتدي بقى نقلب البانيه واحده واحده على الجنب التاني، نمسكها من الطرف كده اهي، امسكها من الطرف واقلبها عشان تستوي كويس، وبرده من غير ما نضيع طبقه الكريسبي اللي احنا عملناها. بس كده لو قلبناها قبل ما تحمر كويس الطبقه كلها بتطلع. اول ما تاخد اللون التحفه ده بقى بنطلعها اهي، بتكون مقرمشه. عندنا طبق حاطين جنبنا فيه مناديل عشان تتصفى، نطلعها. شايفين من غير بيض، من غير بقى تتبيله زبادي، من غير لبن، من غير اي حاجه. كل القصه ميه ساقعه وتلج، والبيكنج باودر مخليها منفوشه اهي. هخلص باقي الكميه وهكمل معاكم. هنا بقى البانيه بتاعي كان جاهز اهو، الاضاءه ظلمه خالص، لونه ذهبي وجميل. شايفين قطع الستريبس، شايفين حلوه جدا ومقرمشه جميله. جربوه بالطريقه دي وبجد مش هتندموا. اكتبوا لي بقى اكتبوا لي بقى في الكومنتات اذا كنتوا جربتوها وعجبتكم ولا لا. بجد لو جربتوها مش هتندموا ابدا. باي باي، استنوني ان شاء الله في وصفه جديده. والمره الجايه ان شاء الله عايزه اعمل معاكم تنظيف غسالة الهدوم. شجعوني بقى بكومنت حلو ولايك. باي باي.